السلام عليكم. انا النهارده عملت اكله العزومات. بجد انا سميتها اكله العزومات من كتر ما انا حاسه ان هي فخمه. انت ممكن يكون عندك الفرخه دي وتعمليها بشكل عادي جدا، تسلقيها وتحمريها، لكن لو عملتيها بالطريقه دي هتشرفك قوي. هتجيبي اول حاجه الكبد والقوانص تشوحيها في معلقه زيت، بعد كده هتنزلي عليها ببصلايه، وبعد كده بعد ما تاخد تسويه بسيطه كده هتنزلي عليها بكوبايه من الرز والملح والفلفل والقرفه. والقرفه هنا اساسي، ان بتودي الخلطه دي في حته تانية خالص. هتنزلي عليها بقى بميه مغليه، تغطي بس وش الرز كده وتسيبيها لغايه ما يتشرب الرز، بعد كده ارفعيه. هتجيبي بقى بصلايه مبشوره وملح وفلفل وتدعكيهم كويس جدا، وتمسكي الفراخ تفتحيها من الجلد كده وتدخلي ايدك وتدخلي التتبيله جواها كويس جدا. هتجيبي الرز بعد ما تشرب وتحشي بيه الفرخه وتكتفيها. طب لو فاض مني شويه رز، كملي التسويه بتاعته وافرشيها تحت الفرخه بعد ما تطلع. انا كان عندي كيس حراري فحطيت الفرخه فيها وربطتها كويس جدا، وفتحت الكيس الحراري وحطيتها في صينيه فيها ميه مغليه. لو انت بقى ما عندكيش الكيس الحراري تعملي ايه؟ هتحطيها في صينيه وتلفيها بورق فويل وتسيبيها في الفرن لغايه ما تستوي خالص، وافتحي عليها بقى ورق الفويل وتحطيها تحت الشوايه، لكن الكيس الحراري هيحمرها لك وكل حاجه، وهيطلع لك احلى بريم يشرفك. يا رب الوصفات تكون متعجبكم، بألف هنا وشفا. متنسوش تعملي لايك وشير وكومنت حلو منكم، تشتركوا في القناه بتاعتي. السلام عليكم.